أعزائي المشاهدين الموجودين معايا على قناة اسأل مهندس، سألني أحد المشاهدين: طيب يا باشمهندس، الشروخ اللي موجودة في السقف دي وبعد ما بنفتح عليها بنلاقي حالة الحديد في السقف بالصورة دي شروخ ودي صدأ وده موجود عندنا. طيب يا باشمهندس، آخرة الموضوع ده وسببه ايه؟ ايه السبب اللي بيخلي الحديد عندنا يسود بالصورة دي ويحصل له؟ شوفوا الباشمهندس رد على السؤال ده وقال ايه. خليكم معايا لآخر الحلقة. لحضرتك ده جاله صدأ من المية ومن الاملاح اللي موجوده في الزلط والرمل فكل الحديد. احنا انا بقول دي مش هندسه عشان ما حدش يلومني، ده بعتبره سرطان دخل الحديد ومش هيطلع، فالعلاج بتاعه الوحيد ان تركب شبكه جديده، وده بيتعزل عزل تام مكانه، لكن احنا ما بنهدش اسقف، ممنوع. شكرا. حلوه برضو هتعجبك، خش شوفها قبل ما تطلع. سلام.